السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة طريقة جميلة جدا لتتبيلة البط. آه طبعا لو عايزة تشوي البط، الطريقة دي حلوة جدا وبتخلي البط وريحته وطعمهم جميل جدا. بصل وطماطم ومعلقة زيت وكوبايتين زبادي ومعلقة خل وورق لوري ومعلقة دبس رمان وفلفل اسود وسبع بهارات وكمون وملح ومستكة وحبهان. هنضربهم في الكبة وهنسيبهم بقى على جنب. الطريقة دي جميلة جدا وهتعجبك لشوي البط. هعمل حشوة للبطة. هجيب كوباية رز وبصلاية، هحط فلفل اسود وسبع بهارات وورق لوري. هجيب طاسة او حلة هحط فيها معلقتين زيت او معلقتين سمنة. انا هشوحهم شوية، بس مش هخليها تستوي لان البط بياخد سوا عن الفراخ. وهنا هجيب الحشوة وهحشي بيها البطة بالشكل ده كده. طبعا انا قطعت الكبد والقوانص في طاسة تانية، لان القوانص بتاخد سوا، ونزلت بيهم على الرز بعد ما استووا. هقفلها بالشكل ده كده. وطبعا الزور كمان انا هحشيه بالشكل ده. طبعا انا هخيطها بخيط، لو عندكم خلة بتقفلوها بيها. حطيت في الحلة معلقتين سمنة يسخنوا، حطيت البطة. هكون مسخنة مية عشان احطها عليها، لان المية بتساعد في التسوية. وهحط ورق لوري وبصل وحبهان ومستكة وفلفل اسود. ولو لقينا رغاوي بعد ما المية بتغلي بنشيلها، وبعد كده بنحط الملح. هعمل رز بسمتي. طبعا انا نقعاه قبلها بنص ساعة او ساعة.
كل كوباية رز عليها معلقة سمنة. هنا انا حاطة 3 معالق سمنة، وهقلب المكسرات فيها، هياخدوا تشويحة بسيطة وبعد كده ننزل بالرز. وهنا هنزل بالرز وهقلبه مع المكسرات شوية. بعد كده هنزل بالكاري والكركم وحاجة جايباها برضو من عند العطار للرز البسمتي، طرطزين. ده بيتحط زي الزعفران كده، بس بناخد منه سنة بسيطة مع الكاري والكركم. هنقلبهم كلهم مع بعض، وكل كوباية رز كوباية ونص مية، لان انا كنت نقعاه قبل كده والمية هتكون سخنة. وهنا هحط نص معلقة ملح، لان هحط مرقة دجاج بس بعد ما احط المية لانها بتسيح في المية السخنة. لو عجبتكم الوصفة اعملولي لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. وهنا قطعت بطاطس وحطيتها في صينية وحطيت معلقة سمنة، واخدت من التتبيلة بتاعة البطة. هسيبها شوية على النار. وبعد كده هحط فيها البطة وهدخلها الفرن. وهنا الرز استوى بجد، ريحته وطعمه جميل جدا. انا حبيت ان انا اعمل رز بسمتي جنب البط، لان البطة بتبقى سمينة شوية. كمان قطعت بطاطس مع التتبيلة عشان تبقى حاجة خفيفة، وهدخلها الفرن من تحت. بعد ما تستوي البطاطس هطلعها في الشواية من فوق.